وشرفتونا، وده يعني وسام على صدرنا ويزيد من احبابنا ان احنا باذن الله نكون على قد المسؤوليه. برحب بزمايلي اللي موجودين على القائمه الوطنيه من اجل مصر، كلهم ناس افاضل ومحترمين، والشكر موصول لاخونا محمد الكيان اللي قام بكل التنظيم والحاجات دي كلها 24 ساعه عليها. وبشكر كل النواب السابقين على امتداد السنوات السابقه، ونشكرهم على المجهود اللي عملوه على قد ما يقدروا. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، في ناس كتيره يعني خدمت على قد ما تقدر وقدرت تحقق انجازات، وربنا يوفقهم ويوفق كل الزملاء الفردي ويكرمهم ويبقوا زملاء لينا باذن الله. انا بس حبيت اقول ان بلدنا بتمر بتحديات غير عاديه وغير مسبوقه، ومفيش دوله في العالم يعني مرت بالظروف اللي احنا مرينا بيها، سواء على الصعيد العالمي او الصعيد الداخلي. مصر دايما مستهدفه، وانتم بتلاحظوا بعد كل انجاز بتلاقوا حاجه غدر ارهابي، بعد كل انجاز بتلاقوا غدر ارهابي، واحنا بنبقى متوقعينه كأمن، ولكن ربنا بيبخسهم وكل اعمالهم خسيسه. فخافوا على بلدكم، وقفوا ورا قيادتكم السياسيه، علشان بلدنا محتاجه مننا ان احنا ما نصدقش الاشاعات. مفيش دوله في الدنيا ولا في العالم بتتعرض على مدار اليوم بالشائعات زي مصر، فانتوا لها بالمرصاد، وربنا يكرمكم باذن الله وتقف ورانا وورا القياده السياسيه ان احنا نضحد الارهاب بشقه اللي فيه العنف والشائعات، الاثنين ما يقلوش خطوره عن بعض، واحنا جربنا كل الكلام دوت. هنا بوجه تحيه كبيره لرجال القوات المسلحه والشرطه اللي لهم دور كبير اللي بيساعدوا على التنميه. شكر خاص للي حمل روحه على كفه وشغال 24 ساعه وحاسس بهموم الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان احنا طبعا باذن الله ان احنا هنشوف شيء مختلف باذن الله في الشغل غير اي دورات سابقه، ان احنا هنشتغل شغل جماعي والعمل العام كله ايدينا في ايدين بعض، واحنا كلنا عارفين اوجاع البلد مصر عموما والمنطقه كلها، كل المشاكل اللي بتمر بيها صمالوط ومطاي والمنيا بتمر بيها معظمها باقي المحافظات والمراكز. علشان كده احنا عارفين الاوجاع وعارفين كل الحاجات والتحديات اللي بتواجهنا، وان شاء الله على قد ما نقدر هنبذل كل جهدنا لنحقق كل الاماني بتاعه الناخبين. وان شاء الله باذن الله هيبقى في تواصل مستمر مع كل الناخبين، وانا عن نفسي البرنامج بتاعي باذن الله هيبدا كله بعد الانتخابات، وهتشوفوا شغل عمل جماعي غير مسبوق باذن الله. ان شاء الله باذن الله كلنا في ايدينا في ايدين بعض، يوم 24 و25 نطلع ننتخب القائمه الوطنيه اللي هي رمز كليوباترا، رمز كليوباترا فيها كل الناس المخلصين والشرفاء باذن الله. وبعد كده ان شاء الله الفردي ده متروك ليكم، هتختاروا 3 منه. طبعا ان شاء الله في ناس بتقول ان القايمه معديه ناجحه وكده، لكن خروج الناس هيدينا ثقل في البرلمان وخاصه صمالوط ومطاي. بشكركم وبشكر كل زمايلي التانيين. شكرا سيادة اللواء إبراهيم المصري. رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا وشعبا أصيلا، وصانا كي مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. على كل أرض طلقنا علامة قلاعا من النور تحمي الكرامة. الآن مع كلمة المرشحة الأستاذة أمنية رجب، فهي لها العديد
من الأشياء التي تأمل فيها وتريد أن تقدمها الدكتورة أمنية رجب. تحية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يشرفني أن أنا أعرف نفسي مرة تانية. أنا اسمي أمنية محمود رجب، شهيرة بالدكتورة أمنية رجب. يشرفني أكتر إن أنا من أبناء محافظة المنيا، وشرف كبير جدا جدا ليا إن أنا أكون موجودة مع أهلي وناسي في مركز صمالوط ومطاي. بشكر الدعوة الكريمة اللي أنا جات لي علشان خاطر أكون متواجدة مع حضراتكم في هذا اللقاء. لا، ده احتفال جميل جدا جدا جدا، بس هو مش غريب على أهالي صمالوط. أنا بشكر كل اللي حاضرين دعما للقائمة الوطنية، وبشكر كل اللي هينزل ويساندها بإذن الله. أنا بنت محافظة المنيا، طبيب بشري. اشتغلت حياتي الوظيفية كلها في محافظة المنيا، بداية من الوحدات الصحية الريفية، ثم مستشفى الحميات، ثم ديوان مديرية الصحة في محافظة المنيا. تقلدت بعض المناصب أو المواقع إلى أن أنا كنت وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا لغاية ما طلعت معاش، وده شرف كبير جدا جدا ليا إن أنا أعمل حياتي الوظيفية كلها